الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال السيد الشهيد رحمه الله: أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. كان الكلام في تعريف علم الأصول. عرف المشهور علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أشكل على هذا التعريف بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول كان مفاده إن هذا التعريف ليس بمانع، فهو لا يمنع من دخول الأغيار، وهو لا يمنع من دخول القواعد الفقهية. فكما أن القواعد الأصولية تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، فكذلك القواعد الفقهية تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ السيد الشهيد رحمه الله يقول: لمعرفة الجواب لا بد من تنقيح المراد بالحكم الشرعي، العناصر الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ما المراد بالحكم الشرعي؟ هل المراد الحكم الشرعي الكلي، أو المراد الحكم الشرعي الجزئي؟ أصلا ما المراد باستنباط الحكم الشرعي؟ إذا نقحنا المعنى المراد من استنباط الحكم الشرعي سيتضح الجواب، وأن القواعد الفقهية خارجة والقواعد الأصولية داخلة. وقبل أن نجيب نقول: ما هو الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ هذا السؤال عادة ما يطرح عند الشروع في دراسة القواعد الفقهية. من أول ما يذكر من مقدمات القواعد الفقهية ما هو الفارق بينهما، وهناك كلام طويل. من الفوارق التي ذكرت وفيها كلام: التوسيط والتطبيق. فالقاعدة الأصولية تتوسط، والقاعدة الفقهية تطبق. مثلا: خبر الثقة حجة. خبر الثقة حجة، هذه قاعدة أصولية تتوسط في استنباط الحكم الشرعي. هل العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه حرام أم لا؟ نعم، خبر الثقة دل على ذلك. بالتالي كبرى حجية خبر الثقة توسطت في إثبات الحكم الشرعي، في إثبات حرمة العصير العنبي. فحجية خبر الثقة هل هي حكم شرعي؟ لا، ليست بحكم شرعي، ولكن كان لها دورا في إثبات الحكم الشرعي. وهكذا الكثير
من القواعد الأصولية. مثلا الظهور حجة، حجية الظهور ليس مسألة فقهية، واضح أو لا؟ لكن يجوز التيمم على مطلق وجه الأمر لأننا استظهرنا من لفظ الصعيد مطلق وجه الأمر، والظهور حجة كبرى. إذن هذه القاعدة الأصولية حجية الظهور ليست حكما شرعيا، ولكنها توسطت لاستنباط الحكم الشرعي، كان لها دور في التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي، وإن كانت نفس القاعدة ليست حكما شرعيا. قطع القاطع حجة، هذا ليس حكما شرعيا. نقول تجب الصلاة لأننا نقطع بوجوبها ونقطع أنها من ضروريات الدين، فحجية القاطع مسألة أصولية ليس حكما شرعيا، ولكنه توسط في استنتاج واستنباط الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله؟ وهذا بخلاف القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية بنفسها حكم شرعي، والمسألة الفقهية من نتائج القاعدة الفقهية. مثلا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه فيها حكم شرعي أو لا؟ الضمان. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فيها حكم شرعي عدم الضمان. هذه القاعدة لها تطبيقات نطبقها على البيع، فنقول يجب الضمان في هذا البيع. نطبقها على الهبة، نقول لا يجب الضمان في مثل هذه الهبة. واضح ولا؟ فالقاعدة الفقهية بنفسها حكم شرعي، ونستنتج منها حكم شرعي جزئي. هذا البيع فيه الضمان، هذه الهبة لا يجب فيها الضمان. لماذا؟ لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إذن لاحظ معي، القاعدة الفقهية حكم كلي يستنتج منه تطبيقات عبارة عن أحكام جزئية، بخلاف القاعدة الأصولية حكم كلي، بخلاف القاعدة الأصولية ليست حكما شرعيا، ولكن يستنتج منها حكم شرعي كلي. ممكن أن يقال أن القاعدة الفقهية أيضا يطلق عليها أنها متوسطة، كما أن هناك قاعدة الأصولية. بارك الله فيك. تتوسط في ماذا؟ تتوسط في إثبات الحكم الكلي أو تتوسط في إثبات الحكم الجزئي؟ إن توسطت في إثبات الحكم الكلي هذا هو مرادنا، إن توسطت في إثبات الحكم الجزئي فليست مرادة لنا. هذا اللي يريد يقوله. الخلاصة، لاحظ إياي، إلى هنا ذكرنا فارقين بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. الفارق الأول، القاعدة الفقهية بنفسها حكم كلي، حكم شرعي كلي، والقاعدة الأصولية بنفسها ليست حكما
كليا. الفارق الثاني: نتيجة القاعدة الأصولية حكم شرعي كلي، ونتيجة القاعدة الفقهية حكم شرعي جزئي. واضح ولا؟ تطبق على أفراد القاعدة الفقهية لها تطبيقات، هذه التطبيقات تشكل أحكام شرعية جزئية. إذن الآن بعد أن اتضحت هذه المقدمة في بيان الفارق بينهما، نقول هكذا: نقول القاعدة ما هو المراد؟ لاحظ يا التعبير: القاعدة الأصولية أو علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يعني لاستنباط الحكم الشرعي الكلي. واستنباط الحكم الشرعي الكلي ما هو؟ هذه القاعدة الأصولية التي تؤديه للقاعدة الفقهية. واضح أو لا؟ هذا فيه كلام كثير ما يحتاج هذا. مثلا إشكال واحد: ماذا تقول في المسائل الرجالية؟ المسائل الرجالية ليست حكما شرعيا. وثاقة جميع رجال كامل الزيارة، وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي، هذا حكم شرعي؟ ليس حكما شرعيا، لكن يتوسط في إثبات الحكم الشرعي الكلي حينما تدل الرواية على مسألة شرعية كلية. فيلزم من هذا الجواب: وإن بقيد الكلية أخرجت القاعدة الفقهية، لكنك أدخلت القاعدة الرجالية في أين؟ في هذا التعريف. ومن هنا السيد الشهيد رضوان الله عليه تنبه إلى هذا الإشكال في بحث الخارج. إذا تراجعون دورة السيد محمود الهاشمي بحوث في علم الأصول الجزء الأول، هناك تطرق، ولذلك حتى تعريفه إلى علم الأصول غير بناء على هذا الإشكال. الآن نقرأ هذا، ما يحتاج بعد فيه تأملات كثيرة، حتى هذا دور التطبيق والتوسيط هذا أيضا فيه تأمل. ومن قال إن دائما نتيجة القاعدة الفقهية أحكام جزئية؟ نقرأ الآن هذا المقدار: أما الملاحظة الأولى، يعني دخول القواعد الفقهية، فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الوارد في التعريف الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، يعني لا جعل الحكم الشرعي على موضوعه الجزئي الذي هو نتيجة القاعدة الفقهية. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، يعني جعل كلي. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، هي بنفسها حكم شرعي كلي، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، تفصيلات ذلك الجعل، يعني أحكام شرعية جزئية. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها. ما هي القاعدة الفقهية؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بنفسها حكم شرعي. لأن الأولى حجية خبر الثقة ليست حكما شرعيا، ولكن يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى، وهكذا، كلها أحكام كلية. وبتطبيقه قال وهكذا فهي أصولية. وأما الثانية القاعدة المشار إليها ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. فهي يعني هي بنفسها، يعني هي بنفسها حكم شرعي كلي. وبتطبيقه
على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. هذا تمام الكلام في الملاحظة الأولى. إلى هنا يبدو أنه قد دفعها، لكن فيها تأمل. الملاحظة الثانية ما هي؟ أن التعريف ليس بجامع. واضح ولا؟ لأنها تقول هي العلم بالعناصر الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، والأصول العملية ليست أحكام شرعية، هي وظائف عملية. من هنا أجاب الشهيد هنا بجوابين. الجواب الأول لصاحب الكفاية، قال نضيف ولا تزعل، نضيف قيد، نقول هو العلم بالعناصر الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، وظائف عملية. هذا كأنما تسليم بالإشكال، سلم بالإشكال فأضاف قيدا لتلافي هذا الإشكال. هذا صاحب الكفاية. المحاولة الثانية لا تحتاج إلى إجراء تعديلات. يقول ما المراد بالحكم الشرعي؟ نقصد بالحكم الشرعي الإثبات التنجيزي والتعذيري. دخول التكليف في الذمة هذا تنجيز، خروج التكليف من الذمة هذا تعذير. تجب عليك الصلاة فهي ناجزة داخلة في ذمتك، لا تجب عليك صلاة الليل فذمتك بريئة منها، هذا تعذير. فالشيء الذي يثبت المنجزية والمعذرية هو المراد بالحكم الشرعي. يعني صار بالإضافة إلى الأمر الأول، يعني هو العلم بالعناصر الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، يعني الجعل الكلي المثبت للمنجزية والمعذرية. الجعل الكلي في إجابة الإشكال الأول، المثبت للمنجزية والمعذرية في جواب الإشكال الثاني. لأن الأصول العملية إما منجزة كالاستصحاب المثبت للتكليف وأصالة الاحتياط، وإما معذرة مثل أصالة الاحتياط، مثل أصالة البراءة أو الاستصحاب النافي للتكليف. واضح ولا؟ فكما أن الأدلة المحرزة إما أن تنجز وإما أن تعذر، فكذلك الأصول العملية إما أن تنجز وإما أن تعذر. قال وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، وهو هذا القيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، كما صنع صاحب الكفاية. هذا تسليم بالإشكال. المحاولة الثانية. وأخرى المحاولة الأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، يعني ما يثبت المنجزية والمعذرية، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا. واضح ولا؟ كلاهما الحكم الشرعي والحكم العملي منجز أو معذرون. هذا تمام الكلام في جواب الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة يذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه محاولتين، ويرد المحاولتين، ثم بعد ذلك كأنما يسلم بهذا الإشكال فيعدل عن تعريف المشهور من العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي إلى العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. البحث القادم بحث جدا دقيق وعميق إن شاء الله،
تحضرون له جيدا. وأما الملاحظة الثالثة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.